مع نهاية الجولة ال30 من دوري الممتاز القسم الثاني بنبارك لبلدية المحلة وزد والجونة الصعود لدوري الأضواء والشهرة، ونبارك للفرق اللي صعد الدوري المحترفين به، وبقول للناس اللي معرفتش تصعد تلحق بسرعة الشكوى الجماعية اللي عمالين بيعملوها عشان خاطر يلغوا حاجة المفروض ان هم مبلغين بيها من 2 اكتوبر. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من الدرجة الثانية مع تليمة. النهاردة حلقة جامدة جدا، اخبار كتير قوي، 3 مجموعات، تفاصيلهم، مين اللي صعد للممتاز، مين اللي موجود في المحترفين، مين ال3 اللي لسه هيعملوا قرعه مجمعه ما بينهم. بس قبل ما هبدا كل ده تدخل تكتب محمد تليمة على اليوتيوب، تفتح انت ماسك الموبايل اهو، افتح اليوتيوب اكتب محمد تليمة بالعربي، اشترك، فعل الجرس، سهله. يلا ادخل دلوقتي. اجمل ما في الدوري الممتاز به الموسم ده ان لحد الجوله 29 ما تعرفش غير فريق واحد بس هيصعد للدوري الممتاز، والفرقتين التانيين اللي موجودين من المجموعتين التانيين لسه ما حصلوش. غير كده وكده ان كل مجموعه كان في فريقين 3 بينافسوا. مجموعه بحري كانت ال3 فرق بلديه المحله وطنطا وديكيرنس. المباراه الاخيره 30 سواء هنا او هنا، بلديه المحله وديكيرنس ما كانش في جمهور في المباراه، بس الناس اللي كانت بره قدام الاستاد كان اعداد مهوله فعلا. الكرة للجماهير. مباراة طنطا بقى والمنصورة برضو المدرجات كانت مقفلة، وهارد لك لفرقة طنطا المجتهدة اللي انا فعلا بحييها. بحيي فرقة طنطا بجد قوي. يعني طنطا يا جماعة كان الدوري ممتاز، هبط الدرجة تانية، من الدرجة التانية هبط الدرجة تالتة، من الدرجة التالتة صعد الدرجة تانية الموسم اللي فات، ودلوقتي كانت بتنافس على بطاقة الصعود للدوري الممتاز. هي موجودة في المحترفين بس كانت هي نفسها تلعب في الممتاز. فبجد الاصرار والحماس للاداره واللاعبين نقدر نحييهم. وطبعا ديكيرنس كده خلاص بلديه المحله مع مجموعه بحري في الدوري الممتاز. ال4 اللي بيلعبوا في المحترفين خلاص نبقى نبارك لهم رسمي، طنطا وديكيرنس وبؤير الاسمده وجمهوريه شبين، وفاضل بروكسي تنتظر الدوره الثلاثيه اللي هتقام عشان خاطر يحددوا مين الفرقتين اللي هيصعدوا. هنروح للمجموعه، معلش انا متاسف، انا شايفها اضعف مجموعه واسهل مجموعه، مجموعه الصعيد. المنافسه كانت ما بين فرقتين، الجونه ولافينيا للنهايه، وقدرت الجونه في الجوله ال30 تحسب بطاقه الصعود لدوري المحترفين دوري الاضواء والشهره بعد ما فازت على شبان قنا 2-1. وفي نفس الوقت كانت لافينيا بتلعب اسمنت اسيوط، وكان عندها برضو بصيص للامل. اجمل حاجه في فرقه لافينيا ان التصميم اللي كان عند الفريق لاخر لحظه بدون النظر للمباراه الاخرى. والمباراه اللي كانت اهم كيما اسوان والمنيا تحصل على بطاقه المركز السادس بعد ما فازت على كيما اسوان 2-1. المجموعه دي صعد منها لدوري الاضواء والشهره الجونه، ودوري المحترفين لافينيا وبترول اسيوط النصر للتعدين، مصر للمقصه، ويبقى المنيا تنتظر الدوره الثلاثيه. مجموعه القاهره اللي كانت خلاص اتحددت من الجوله اللي فاتت، وكنت زد هي اللي كانت حصلت على بطاقه الصعود، بس كانت في مباريات اهم لتحديد مركز السادس. متخيل؟ يعني المجموعه كلها كانت يعتبر شبه اتحددت. زد مركز الاول وخلاص ضمن الصعود، وال5 فرق او ال4 فرق اللي تحتيه السكه وادي دجله والقناه وبتروجيت خلاص دول في دوري المحترفين. فاضل خناقه على المركز السادس ما بين 3 فرق، اتصالات، عبور، الترسانه. وقدرت الاتصالات بعد ما فازت على استرن كامباني 4-2، والعبور فازت على منتخب السويس 2-1، والترسانه فازت على القناه 2-1. قدرت اللي تحصل على البطاقه او السادس في المجموعه دي هي فرقه الاتصالات برصيد 49 نقطه وبفرق الاهداف عن العبور. والترسانه في المركز الثامن كان ب 48 نقطه ولم يحالفه الحظ للصعود لدوري المحترفين، وهيفضل موجود في القسم الثاني مثل الاولمبي، مثل المنصوره، مثل كفر الشيخ، مثل الفرق اللي كان الواحد بيتمنى ان لما يتعمل دوري ده يبقى يتعمل عشان الجمهور. حرام دوري المحترفين يطبق لاول مره في جمهوريه مصر العربيه، حاجه هيبقى شكلها فعلا كويس، ممكن يبقى فيها سبونسر، ممكن يبقى فيها دعايه، ممكن كتير. انديه جماهيريه كان ليها باع كبير في الدوري الممتاز ما عرفتش تحط رجليها في دوري المحترفين. كده خلاص يعتبر باقي 5 فرق،
ويكمل دوري المحترفين الاول في جمهورية مصر العربية. صعد 15 فريق، يبقى 5 فرق، 3 الهابطين من الدوري الممتاز ألف، والاثنين اللي هيبقى ناتج عن الدورة الثلاثية. صعد مكادي والنجوم، راي كفر الدوار، وطنطا، جمهورية شبين، ديكرنس، ابو قير الاسمدة، السكة الحديد، وادي دجلة، القناة، بترول اسيوط، النصر للتعدين، ولافينيا، مصر المقصة، وبتروجيت. وننتظر ال5 اللي باقيين. موضوع مهم قوي كنا لازم نقعد نتكلم فيه كده بالراحة. الفرق اللي معرفتش تصعد لدوري المحترفين عاوزينه يتلغي. طب ازاي يا عم؟ طب ما هو في خطاب جاي لك من 2 اكتوبر. الخطاب جاي يوم 2 اكتوبر 2022. افتكرت تشتكي دلوقتي؟ طب معلش بجد والله، لو انت كنت صعدت كنت هتشتكي؟ ها؟ قول لي ما بيني وما بينك بجد والله. يعني لو انت، انا مش بكلم حد بعينه، بس اي فريق من اللي هم اشتكوا، برغم ان انا لما بصيت للاسماء، ترسانة، منتخب السويس، النصر، الزرقاء، بني سويف، الشرقية، ليه افتكرتوا الشكاوي دلوقتي؟ ليه؟ ما افتكرتهاش قبل كده؟ طب اول ما جالك خطاب اتحاد الكورة، اول ما جاي لك كده ووصل لك عندك النادي وانت رئيس مجلس اداره او مشرف على كره القدم او اداري او اي حد، ما فكرتش تشتكي؟ لا، انا عجبني الموضوع، عجبني، حلو، نظام جميل. صعدت، بارك الله فيما رزق. ما صعدتش، هشتكي. هتشتكي ليه؟ اصل انا هبطت درجتين. ده يا عم انت ما هبطتش درجتين. طب هي بص يا جماعه، عشان برضو ايه موضوع الهبوط درجتين ده، دوري القسم الثاني اتقسم 2، الف وب. الف محترفين، وب زي ما هو نظام القسم الثاني. بس ده النظام اللي اتعمل. المحترفين هيتطبق، هيشتغل، تصعد منه اول وثاني وثالث لدوري المحترفين، يهبط منه فوق، و3 يطلعوا من تحت. ايه بقى؟ هبطت درجتين فين؟ انت زي ما انت في القسم الثاني. انت بقى فوقيك درجتين، فوقيك درجتين. انت ليه ما حطيتش رجلك في درجه من الثانيه؟ ليه؟ ده اداك فرصه من الثاني للسادس. خلصت حلقتي. تاني تدخل محمد تليمة على اليوتيوب، فيسبوك، كواي، تيك توك، انستجرام، تويتر، اي حاجه تكتب محمد تليمة، تشترك في القناه، فعل الجرس، اخويا وحبيبي كده، تقولي رايك، يعني صيطني. استنوني في حلقه جديده من الدرجه الثانيه مع تليمة. اشوفكم على خير، مع السلامه.